ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن أصل الملاية اللف. من الملاية اللف والبرقع والخلخال إلى الجنس والتيشيرت، تميزت بنت البلد المصرية قديما بالملاية اللف والبرقع والخلخال والجلابية واليشمك والبيشة والمنديل. فكان هذا النوع من الملابس هو مشاهد مألوفة قديما في مصر، وخاصة في الأحياء الشعبية لتميز المرأة، وطبعا لا ننسى رنة خلخالها. فكانت الملاية اللف تمتاز ببساطة الارتداء، وكان البرقع المفتوح يمتاز بوجود فتحات تعمل على سهولة التنفس وإبراز شيء من وجه المرأة المصرية وتعابير وجهها. وهناك البيشة واليشمك، فكان يستخدمان للدلالة على الثروة، حيث كانت السيدات قديما يرتدين منه المصنوع من الذهب. ويكتمل المشهد الرائع بالمنديل أبو أوية المحلى بكرات ملونة تغطي شعرها. ونشاهد أيضا الأفلام القديمة ونجد أن الممثلات كانوا يظهرون بأدوار مختلفة، وهم يرتدون الملاية اللف ويقومون بلفها حولهم. ومن أبرز النجمات التي ارتبطوا ذهنا وهم يرتدون الملاية اللف الفنانة شويكار، والفنانة سعاد حسني، والفنانة شادية، وأيضا من ممثلات الجيل الجديد الفنانة غادة عبد الرازق ومي عمر. ولكن ما أصل الملاية اللف ومن أين أتت فكرتها؟ ما هو أصل الملاية اللف؟ الملاية تعبر البحر المتوسط من روما إلى الإسكندرية. تعددت القصص والروايات عن أصل الملاية اللف، فالبعض يرى أن أصلها هو الهمبتيمون، وهو زي روماني. وبينت دراسات خاصة بتاريخ الأزياء أن نساء الرومان أول من لبس الملاية اللف، ثم عبرت إلى البحر المتوسط بعد غزو الرومان لمصر، وظهرت في شوارع وحواري الإسكندرية، ومنها انتقلت إلى باقي المدن المصرية والدول العربية، ولكن بتعديل بسيط وهو إضافة كمين لها. خان الملايات. ويرجح البعض الآخر تاريخ الملاية اللف إلى العصر العثماني، حيث ذكر الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار أنه كان يوجد في مصر العثمانية وكالات خاصة وخانات لبيع الملايات، منها خان الملايات عند حارة الروم، في حين يرجح البعض الآخر بداية ظهورها إلى عهد المماليك، حيث يرجع إليهم الفضل في ابتداع هذا الزي الشعبي. خلع البرقع. وبعد ظهور المطالبين بحرية المرأة مثل قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي، وصولا لسعد زغلول وزوجته صفية وهدى شعراوي، وبعد المشاركة النسائية التي لا تنسى في ثورة 1919، وما كان للثورة من دور في كشف المرأة المصرية عن وجهها، كانت هذه بداية اختلاف الملبس النسائي وتحرره بعض الشيء، حيث خرجت هدى شعراوي بحجابها التقليدي دون البرقع، وأتبعتها الكثير من نساء الطبقة العليا والمتوسطة في القاهرة. وظلت بنات البلد والسواحل يرتدين الملاية اللف، والتي كانت تضيق وتقصر حسب الرغبة. أما الفلاحات فقد تطور الملبس الواسع في الوجه البحري إلى جلباب ضيق واسع بعض الشيء من الأسفل، حتى تستطيع العمل والجلوس والنهوض بسهولة. والآن اختفت الملاية اللف بفعل حركة التقدم وعمل المرأة وصعوبة ارتداء هذا الزي المميز الآن، ومع عصر الانفتاح وما اتخذناه من الاطلاع على الموضة الخارجية، ومع محاولات للتغير، ظهر البنطلونات الجينز والتيشيرتات، وانتشرت بصورة كبيرة في النصف الثاني من الثمانينيات وحتى التسعينات،